ألو، سامعني يا أحمد؟ أيوة يا أسماء. والله أنا ما كنتش عارفة إنهم هيعملوا معاك كده. مفيش حاجة أسماء، مفيش حاجة. إزاي مفيش حاجة؟ ده ذنبي أنا. ذنبك ليه؟ أهلك هم السبب. بس أنا عاوز أعرف، أنت ما كنتيش مفهماهم ظروفي إيه؟ والله العظيم مفهماهم، وقلت لهم إنك راجل وجدع ويعتمد عليك كمان. طب ليه عملوا فيا كده؟ صدقني أنا والله اتصدمت زيك. لا يا أسماء، أنا ما اتصدمتش، أنا اتقهرت. أبوكي كان قاعد في مزاد علني مش في جوازة، بكل أدب وذوق بيطفشني، طلب طلبات مستحيلة على شاب لسه بيبدأ حياته، شقة في مكان لو فضلت 10 سنين أشتغل ما أقدرش أجيبها، وبيتكلم في دهب بمبلغ فلكي. قلت له ما أقدرش. قال لي قليل على بنتي، هو مش عارف إنك عندي بالدنيا كلها، حاسس وأنا قاعد وسطكم إننا في سوق عبيد. كل الكلام كان عن فلوس، بس فلوس. على فكرة أنا طلعت غشيم، كنت فاكر إنكم زينا في المستوى، ناس عاديين موظفين شقيانين على قرشين، وأنا كنت عايز أفتح البيت بتعبي عشان أحس بقيمة كل حاجة فيه، عشان لو حصل بينا مشكلة في يوم أفتكر قد إيه تعبت فأحافظ عليكي وعلى بيتنا. وأبوكي هو لما اتجوز مامتك كان في نفس المستوى، وحتى لو أنا وافقت هشتغل 3 شغلانات، أدخل جمعيات، أشيل قروض وديون. طيب بعد الجواز هعيش إزاي؟ هرتاح إمتى؟ هشوفك وأنا رايق إمتى؟ هو شايف الأمان شوية دهب؟ يروح يشوف مشاهير عايشين في قصور ويشوف لو الفلوس فعلا بتجيب مودة ورحمة. كان نفسي أبوكي بس يكلف خاطره ويسأل عني في منطقتي في شغلي، كان هيعرف إن أنا شقيان من صغري، إن أنا شغال شغلانتين عشان أفتح بيت. أحمد، وأنا والله مش عايزة حاجة غير إني أكمل معاك، حتى لو هنهرب ونتجوز بعيد عنهم. ده كلام أفلام يا أسماء، أنا عندي بنات وبخاف ربنا فيهم، وعمري ما أعمل كده. وأهلك مهما حصل هيفضلوا أهلك وهتحبي تشوفيهم، والحياة مش كده. أبوك يا أسماء الجواز بالنسبة له مزاد للي يدفع أكتر، ما يعرفش الدين بيقول إيه، متدين من بره بس، شوية عادات وتقاليد لا فيها رحمة ولا ترضي ربنا. أسماء أنا كنت نفسي تبقي مراتي وربنا شاهد، بس عايزك توصلي لأبوك كلمتين، قوليله إن خصمه يوم القيامة على القهرة اللي أنا فيها، قوليله الرجولة والحنية مش بفلوس، قوليله التاجر الخايب بس هو اللي بيبص تحت رجله. أنا حاسس بحاجة صعبة على أي ست تحسها، قهر الراجل وحش، ومفيش راجع بيتكلم من قلبه كده إلا لما يكون موجوع. الوداع يا أسماء.